انا ايمي الشريف، ووصفتي النهارده سهله جدا. عباره عن اطباق رز بلبن عليها جوز هند وزبيب وسوداني، معموله بطريقه سريعه وسهله وناجحه، ويعني شبيهه جدا للي بنشتريه من بره. وهقول لكم التريكات بتاعتها عشان تطلع ناجحه بالطريقه الحلوه دي. اول حاجه انا حوالي كوبايه الا ربع رز مغسول كويس ومتصفي، عليه كوبايتين لثلاث كوبايات ميه، وبحط على النار بحيث ان يبدأ يستوي تسوية مظبوطة على الهادي خالص، مش بعلي النار. يعني بياخد حوالي ممكن تلت ساعة نص ساعة على البوتاجاز. وفي التوقيت ده بروح بقى على رخامة، بحط مج واحط حوالي اربع معالق من النشا. وطبعا ده اختياري، انت ممكن تشيلي النشا وتزودي رز مكان النشا، بس انا بحب ان انا احط رز ونشا في نفس الوقت. وبدي تقليبه بكميه من الحليب، يعني مش محتاجه ان انا اعرف قد ايه كميتها، لان انا بسحب من الاربع كوبايات حليب اللي انا هستخدمه. والله خدت نص كوبايه، كوبايه الا ربع، كوبايه كامله، مش فارق معايا خالص. كده كده كميه محسوبه من الاربع كوبايات. بدي بقى تقليبه كويسه كده بحيث المكونات كلها تفك، ما يبقاش فيه حاجه لازقه في التانية. وانا هستخدم بقى مكون هو ده اللي هيفرق خالص في شكل الطبق بتاعك في الاخر. انا هستخدم كريم شانتيه خام غير محلى، وعلى فكرة ممكن تستخدمي لبن بودر برضو. الاتنين دول بيكونوا لك الطبقة اللي بتظهر على الوش. بعد كده لما تيجي تشتري اي رز بلبن من اي محل من بره يكون كويس، المكونين دول هم اللي بيدوكي الطبقة دي. فانا المرة دي انا هستخدم كريم شانتيه خام. بجيبه من العطار سايب على فكرة بالوزن، وبجيبه خام علشان ما يكونش محلى، فبالتالي يعني يبقى الكمية مركزة، وفي نفس الوقت انا اكون متحكمة في كمية السكر اللي انا احطها لما بضيفها على الرز بعد كده. حاسة ان انا محتاجة شوية حليب كمان، فاحط شوية صغيرين كمان واكمل تقليب لحد ما كل الكلكعة اللي انتوا شايفينها دي تفك. طب لو انا قلبت وعملت كل ده وفي الاخر برضو لا يعني في نسبة كلكعة، وده ما بيحصلش طبعا، ممكن تصفيه عشان متبقيش قلقانة. هروح على البوتاجاز بعد تلت ساعة تقريبا الرز استوى. كان ممكن اسيبه على فكرة يشرب ميته اكتر، بس انا اكتفيت بكده. وحطيت حوالي كوباية ونص سكر بالشكل ده. وبعد كده بنزل بكمية الحليب بتاعتي اللي هي بقية الكمية اللي موجودة في العلبة. زي ما قلت لكم اجمالي الكمية لتر، يعني حوالي اربع كوبايات بالشكل ده. طبعا ممكن تضاعفي الكمية، ممكن تقللي كمية للنص، دي حاجة ترجع لك حسب الكمية اللي انت عايزاها. الكمية دي بتعمل حوالي 10 اطباق تقريبا بالحجم اللي انتوا شفتوه في الاول، او حجم اقل شوية. يعني الاطباق اللي حجم الاقل شوية بتعمل يعني من 9 ل10 اطباق بالشكل ده. هقلب بقى تاني عشان ما يكونش في حاجة ركنت كده او كده او كلكعت. وبعد كده ببدأ احط الحليب عليه، احط عليه النشا واقلب. بقى المرحلة دي مهمة جدا، ان المعلقة باستمرار بتقلب، بتاخد اللي في الجناب على طول عشان مفيش حاجة تركن كده ولا كده، لان اي حاجة مش هتتقلب هتعمل كلكعة في ساعتها. بفضل اقلب بقى لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. انا كل ما بقلب وكل ما درجة حرارة الحلة بترتفع، كل ما القوام بيتقل. بوقف واقفل النار لما اكون وصلت للقوام اللي انا حباه. انا بحب يبقى قوام متوسط، لا هو ناشف قوي ولا هو يعني طري خالص، لا انا بحب زي القوام ده. وعايزه اقولك خلي بالك ان هو بعد ما بيبرد كمان بيتقل، يعني القوام بيتقل شويه، فيبقى يعني تطفي قبل المرحله اللي انت عايزاها بشويه بالشكل ده. وهسيبه يبرد بقى. طبعا مش يبرد خالص لان انا مش هحط مكونات تقيله على الوش، والقوام بتاعي مظبوط. فيعني 5 دقايق كده وهبدا احط بقى جوز هند مطحون، واحط زبيب. ودي ابسط جرنشة ممكن تعمليها للرز بلبن، وبتدي نتيجة تحفة وطعم حلو قوي وشكل في منتهى الجمال. بصوا بس كده. واحط بقى رشة سوداني كده دلع في النص، ودي اختياري، كله اختياري على فكرة. انا عندي في واحد من ولادي بيحب ياكله سادة خالص، يعني بسيب اطباق سادة خالص بحيث ان هو ما بيحبش اي اضافات على الوش. اظن وصفة سهلة وحاجة مغذية وفي نفس الوقت لطيفة ونظيفة في البيت وموفرة. يا ريت تجربوها، تقولي رأيكم في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد.